فاكر آخر مرة شفت فيها فيلم كوميدي وضحكت من قلبك بجد؟ ضحكة مش بس على مشهد كوميدي أو نكتة، لا، ضحكة تخليك تفتكر المشهد بعدها بسنين وتضحك كأنك بتشوفه لأول مرة. ضحك يخليك تتفرج على الفيلم أكتر من مرة لو جه قدامك على التلفزيون أو في أي حتة. صعب تفتكر مش كده؟ بصراحة لما حد بيسألني السؤال ده بقعد أفكر كتير ما بلاقيش إجابة، لحد أما جه في دماغي فيلم هقولك عليه آخر الفيديو، وعايزك أنت كمان تقولي في الكومنتات إيه هو الفيلم الكوميدي الجديد اللي بتضحك عليه من قلبك كل ما تشوفه. ودلوقتي نرجع للسؤال المهم بتاع الفيديو، ايه اللي حصل للكوميديا المصريه؟ وليه بقى في احساس كده ان الكوميديا خلاص فقدت روحها؟ هل النجوم اتغيروا ولا الافكار بقت اقل ولا يمكن احنا اللي بطلنا نعرف نضحك زي الاول؟ هنتكلم عن كل ده في الفيديو النهارده، عن الفرق بين الكوميديا بتاعت زمان وكوميديا دلوقتي، وازاي نجوم الكوميديا اللي بنحبهم زي هنيدي واحمد حلمي ومحمد سعد حتى هم كمان اسلوبهم بقى يتكرر مع الوقت. ونعرف سوا هل المشكله في الفنانين ولا فينا احنا كجمهور ولا في الصناعه ذات نفسها والمنتجين، وهل في امل ان الضحك يرجع زي ما كان؟ تابع معايا الفيديو للاخر. انا هبقى مرتشي، انا هبقى نيله، انا هبقى وسخ جدا، انا هبقى اوسخ مني، انا هبقى انت حاجه. انت طول عمرك نيل، انت اللي طول عمرك وسخ. يا عم روح، يا عم غرس، يا عم روح في الدنيا. انت وده مش معضه بتاعتك الهم انت والبحكي. قبل ما ابدا واتكلم عن اللي حصل للكوميديا في الوقت الحالي لازم نبص على رحله الكوميديا زمان ونشوف ازاي اتغيرت مع مرور الزمن. وفي البدايه حابب اتكلم عن فتره اواخر الاربعينات وبدايه الخمسينات. الفتره دي كانت الكوميديا لسه خارجه من المسرح وبتشق طريقها للسينما، ووقتها الكوميديا المصريه ما كانتش لسه متاسسه. وفي الوقت ده كان عندنا نجوم كبار زي نجيب الريحاني وعلي الكسار اللي كانوا فعلا من اوائل نجوم الكوميديا في مصر، وكل واحد فيهم نجح في ان هو يكون اسلوبه الخاص. زي نجيب الريحاني كان بيعتمد على الكوميديا الاجتماعيه اللي بتعرض الناس البسيطه والطبقه المتوسطه، وكان بيلمس مشاكلهم اليوميه واحلامهم بشكل ساخر وذكي. وشخصيه كشك بيه اللي كانت من اشهر الشخصيات اللي قدمها، وكانت طريقته في تقديم الكوميديا مختلفه لانه كمان كان بيحب يعرض جوانب المجتمع بسلبياته وايجابياته. بجد نجيب الريحاني من الممثلين اللي بحب كوميديتهم جدا، الكوميديا الساخره واللي متعوب عليها. عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل وديه ويخف. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي أعرف، نفسي أعرف إحنا رايحين فين. نيجي بقى لعلي الكسار واللي كان هو كمان ليه أسلوب خاص ونجح في تقديم شخصية عثمان عبد الباسط، وهو الشخص الصعيدي اللي بيجي القاهرة وبيتعرض لمواقف تخليك تضحك. والفكرة هنا إن الكسار ما كانش بيعتمد بس على الكوميديا، لكنه كمان كان بيقدم رسالة مهمة بيلمس بيها قضايا اجتماعية بشكل خفيف وبسيط. الريحاني والكسار كانوا من رواد الكوميديا اللي بتعكس واقعنا، يعني ما كانوش بيقدموا ضحك لمجرد الضحك لكنهم بيوصلوا رسالة. شوف مثلا لما الريحاني كان بيعرض فقر الطبقة المتوسطة وبيعكس طموحاتهم وأوجاعهم، أو علي الكسار لما كان بيتكلم عن مشاكل البسطاء اللي بيحاولوا يعيشوا في مجتمع بيتغير بسرعة. في الفترة دي الكوميديا كانت قريبة من الجمهور، علشان كده الناس كانت بتتعلق بالشخصيات دي جدا وقادرة تفتكرهم بعد مرور سنين كتير. ايه ده؟ انت مجنون؟ ايوه مجنون. يلا هات الاجره قبلك. ده انت صاحبة بيت نيلة قوي. هات الاجره. لا تضربني ولا ايه؟ هات الاجره اللي عليك. يلا وجع بطنك. ما تسويش لسانك. شلت تربى بيتك ما انا. تسويش لسانك. وسيب انت. ما تسويش لسانك بقول لك. في الخمسينات والستينات بقى الكوميديا اتطورت وابتدى يظهر نوع جديد مع نجم زي اسماعيل ياسين اللي قدر يكون ملك الكوميديا في الفترة دي. اسماعيل ياسين كان عنده موهبة فريدة في ازاي يضحك الناس من خلال الكاركتر المميز اللي بيظهر بيه، ومن خلال سلاسل افلام كتيرة زي اسماعيل ياسين في الجيش واسماعيل ياسين في البوليس واسماعيل ياسين في البحرية اللي حققت نجاح كبير. الافلام دي اعتمدت على الضحك اللي بيجي من الموقف، طريقة الكلام، تعبير الوش المبالغ فيها. ومعاه في الوقت ده كان في نجوم زي عبد الفتاح الأسري اللي كان بيظهر بشخصية الأب أو المعلم اللي بيبقى شديد في ردود أفعاله وبيخلق ضحك من طريقته المبالغ فيها والتعامل مع الناس. وكمان كان في حسين فايق اللي اتعرف بشخصية الطيب الساذج وكان بيضيف جو من الضحك البريء. وزينات صدقي اللي كانت من أهم وأشهر نجمات الكوميديا النسائية في الوقت ده. وزينات صدقي غالبا كانت بتلعب دور الخدامة أو الجارة الشعبية اللي عندها خفة دم تخلي الناس تحبها. في الفترة دي الكوميديا طبعا كانت مركزة على الكاركترات، يعني كل ممثل عنده شخصية مميزة بيجسدها ويفضل يكرر فيها، وكان الجمهور بيحبها جدا في الفترة دي. وفي الفترة دي في ممثلين كتير تاني أنا بحبهم بس للأسف الوقت ما يسعش إن أتكلم عنهم بشكل أكبر، لكن كمان أنا هذكر الأسامي دي لأن ما ينفعش أعديهم كده، زي عبد المنعم إبراهيم، عبد السلام النابلسي، مريم منيب، رياض الأصابجي، عبد الغني النجدي. في الحقيقة بحب كل واحد من الناس دي وضحكوني فعلا. ازاي تتهجم على واحدة ست؟ ست؟ أنا مش شايف قدامي أيها الست. ده أنا جنب منك أبقى ميرلين مورنو.
وفي نص الستينات بقى وبداية السبعينات بدأت تظهر وجوه جديدة في عالم الكوميديا، وكانت نقطة تحول كبيرة في شكل الكوميديا المصرية. منهم كان الثلاثي الضيف أحمد وجورج سيدهم وسمير غانم، كانوا من أبرز نجوم الكوميديا في وقتها وقدموا تحول كبير في شكل الكوميديا المصرية. كانوا في البداية جزء من فريق ثلاثي أضواء المسرح، ودي كانت بداية شهرتهم. وكان في عرضهم المسرحي بيجمعوا بين الكوميديا الاجتماعية والسخرية السياسية بطريقة غير مباشرة، لكن كل واحد منهم كان ليه أسلوب مميز وخاص في الكوميديا. لكن الوقت اللي فيه كانوا مع بعض كانوا بيطلعوا شيء مبهر بجد. يعني عندك الضيف أحمد مثلا كان بيتميز بالكوميديا السوداء ونظرته التشاؤمية لبعض الأشياء في الحياة، إنما جورج سيدهم كان بيميل أكتر للكوميديا الهادية والذكية اللي بتعتمد على التفاصيل الصغيرة في الشخصية. أما سمير غانم بقى فده غني عن التعريف، مخصص له جزء في الفيديو قدام. هما التلاتة كان عندهم قدرة كبيرة في تجسيد شخصيات مبالغ فيها، وكانت حركاتهم وحواراتهم مشهورة جدا. الثلاثي ده غير الكوميديا بشكل كبير جدا في المسرح والسينما. كانوا بيقدموا مواقف كوميدية بسيطة لكنها فعلا مبتكرة، وكانت بتعتمد على الكاركتر أو الشخصية اللي بيقدمها كل واحد فيهم أو بيلعبها، وده خلاهم يتفوقوا على الكوميديانات اللي سبقوهم في الفترة اللي فاتت. وده غير إن هم قدروا يدمجوا الكوميديا اللفظية بالكوميديا الحركية بشكل جميل ومميز، وده طبعا من خلال أفلامهم المميزة اللي كلنا شفناها وحبيناها. كانت الأعمال اللي بيقدمها الثلاثي بتحقق نجاح كبير جدا من الجمهور، وأثر في جيل كامل من الممثلين والمشاهدين. وفي نفس الوقت لما بدأوا يشاركوا مع ممثلين تاني كانت روح ثلاثي أضواء المسرح واضحة في أي حاجة بيعملوها، وده خلاهم يشكلوا جزء كبير في تاريخ السينما المصرية. مبسوطة يا ماما حواء، مبسوط يا بابا آدم، لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول إيه؟ كنا نقول أداؤونا علشان يخلفونا في العهد اللي احنا فيه، في العهد اللي احنا. وطبعا في الفترة دي مقدرش أنسى فؤاد المهندس وشويكار اللي قدموا مع بعض حاجات كتير مميزة زي أخطر رجل في العالم وأفلام تانية كتير. انزل تحت مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. اطلع بره مش طالع، ولو كنت راجل انزل لي. انزل تحت مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. وكمان كان موجود محمد عوض، كان واحد من أفضل نجوم الكوميديا برضه في السبعينات والثمانينات، وكان ليه طابع خاص في تقديم كوميديا الموقف، وكان مشهور دايما بشخصياته الفريدة وأسلوبه المتميز في التمثيل. كان دايما بيقدم شخصيات مرحة وساذجة في نفس الوقت، وبيعتمد على المواقف اليومية البسيطة اللي بتولد ضحك، وشخصياته كانت بتضحك الناس بسبب تفاعلها مع الموقف اللي بتخليه يعمل ردود فعل غير متوقعة أو مبالغ فيها. يا محسن انت ضربتني كتير وده ما حصليش قبل كده، وانت عارف انا هبقى جوز اختك عالسلم. واكيد يعني ما اقدرش انسى الاستاذ عبد المنعم مدبولي اللي لعب ادوار كتير وضاف لمسته الكوميديه بطريقته واسلوبه. كان معروف بالروح الخفيفه وتقديمه المواقف مضحكه، وكان دايما في افلامه بيقدم نوع كوميديا بسيط لكنه قوي معتمد على التصرفات الشخصيه والحركات الظريفه. خلاص تتدبر، هاتلنا انت بس دكر بط نحطه في نص السفرة بسيطة. وشوية بفتيك. وايه لازمة البفتيك؟ ما كفاية الحمام والبط. يا راجل ايه؟ عشان خاطر بنتك. حاضر، امر لله، مفيش حاجة تاني. لا الحمد لله. انا بقى هبقى اعمل صينية رقاق ايوه. ودقية ورق عنب. ودول بقى مش عاوزين يحلوا. 2 كيلو موز اه على 2 كيلو برتقال. 2 كيلو موز، 2 كيلو برتقال، 2 كيلو ورق عنب، وصينية حمام، وصينية بط، والبفتيك. لازم البفتيك عشان محدش يقول حاجة. انت عاملة حفلة؟ ما انا هقول لنبيلة وجوزها كمان بالمرة ييجوا. فكرة ان شاء الله ما حد اتعزم ولا حد طفح. هجيب ده كله منين؟ هجيب لي ده كله منين؟ انا هجيب ده كله منين؟ يديك الصحة ويخليك ليه. هجيب انا كله. ندخل بقى على مرحله كلنا عارفينها وبنحب افلام كتير فيها، مش بس الكوميدي، وهي الثمانينات والتسعينات. الكوميديا المصرية دخلت في مرحلة جديدة تماماً، ده كان بسبب جيل جديد من الفنانين الكوميديين اللي بيقدموا لنا حاجات مختلفة غيرت شكل الضحك على الشاشة. والكوميديا في الوقت ده بقت أكتر في التنوع، والناس اللي كانت بتظهر في الأفلام بقى عندهم شخصيات مش بس مضحكة لكن كمان بتعكس حياتنا وواقعنا بشكل قريب جداً. وأول واحد في القائمة دي هو طبعاً النجم عادل إمام. عادل إمام كان وما زال البطل الكوميدي الأول في مصر، وده مش هيتغير بسهولة. في الثمانينات والتسعينات بقى هو الأول في مجال الكوميديا، وقدم لنا شخصيات كتير كانت كوميدية. عادل إمام مش بس كان بيضحك،
ده كمان كان دايما بيطرح قضايا اجتماعية كبيرة من خلال الكوميديا المميزة، زي انتقاده للفساد في المجتمع والتحديات اللي بيواجهها الناس العاديين. وكانت أفلامه دايما بتوصل لجمهور أوسع، مش بس في مصر لكن كمان في الخليج والعالم العربي. بعدين بقى نيجي للعبقري الكوميديان الأول في مصر، سمير غانم. سمير غانم كان نجم من نوع خاص، حالة خاصة في الكوميديا لوحدها. كان قادر يضحك الجمهور من خلال تعبيراته وإفيهاته الغير متوقعة، وعنده قدرة استثنائية إنه يخلق موقف مضحك ببساطة شديدة، تحسه إنه يقدر يخليك تضحك من غير ما تبقى عارف هو عمل إيه بالظبط. لما تتفرج على أي شخصية عملها سمير غانم تلاقيه بيتقمصها بروح عالية، كان بيضيف تفاصيل صغيرة وتعبيرات خاصة جدا تخلي الشخصية حقيقية ومضحكة بطريقة مش سطحية. وعندك كمان في المتزوجون الشخصية كانت مليانة بالتفاصيل تخليك تضحك على أبسط حاجة بيقولها. وفيلم يا رب ولد، سواء كان ساكت أو بيتكلم، دي كانت حاجة بتخليه مختلف فعلا، لأنه بيعمل الكوميديا بشكل غير تقليدي، تحس إن هي طبيعية بدون أي مجهود. سمير غانم كان عنده خفة دم مش بس على الشاشة، لكنها كمان كانت جزء من شخصيته الحقيقية. الناس كانت بتضحك معاه مش بس على كلامه، لكن على ضحكته ونبرة صوته، كأن الضحك أسلوب حياة بالنسبة له. وكاريزمته خلته قريب جدا من الناس، الجمهور كان بيحس إن هو واحد منهم، مش مجرد نجم على المسرح. وده سر من أسرار نجاحه اللي خلى الكوميديا عنده حاجة مختلفة، حاجة خلت ناس كتير تحبه وتحس إن هو شخصية قريبة منهم. الفترة دي كمان كان فيها فنانين كوميديين جدا، بس أنا ما ذكرتهمش لأن كل واحد فيهم محتاج حلقة لوحده، زي محمود عبد العزيز، ده عايز حلقات مش حلقة واحدة، وسعيد صالح ويونس شلبي وغيرهم كتير ما ذكرتهمش. في المرحلة دي ظهر فيها برضو سينما المقاولات، والأفلام بدأت تتوزع في شرايط الفيديو، واللي كانت بتتوزع في الخليج والوطن العربي. ده خلى السينما المصرية والكوميديا تنتشر بشكل أوسع، وكان ليها تأثير كبير على الجمهور العربي، وخلى عندهم فرصة يشوفوا الكوميديا المصرية الحقيقية. ورغم إن الكوميديا كانت بتتطور بشكل بسيط في البداية، لكنه مع آخر التسعينات حصلت قفزة كبيرة في الكوميديا. أخيراً، أنا عارف إني اتكلمت كتير لحد ما جيت هنا، ولو أنت لسه بتتفرج على الفيديو دلوقتي بحب أشكرك جدا، وبقول لك إن اللي جاي مهم جدا وهتفهم منه كتير عن الكوميديا في مصر. بس كان لازم تعرف التطور اللي بعد كده انعكس بشكل سلبي. رغم التنوع الكبير في الكوميديا اللي كانت بتتقدم الفترة دي، ظهر جيل جديد بقيادة محمد هنيدي اللي قدم نوع جديد من الكوميديا، شبابي ومغاير لكل اللي كان موجود قبل كده. مع فيلم زي صعيدي في الجامعة الأمريكية، هنيدي قدم شخصية الشاب المصري البسيط اللي الناس بتتعاطف معاه وبتضحك من قلبها. ومن هنا بدأت شركات كتيرة تركز على الأفلام الكوميدية اللي بيعملها الجيل ده. بعدين جت الأفلام اللي رسخت أكتر النوع ده من الكوميديا، وطلعت نجوم كبار من فيلم الناظر وفيلم ثقافي. الأفلام دي كانت بداية ظهور أهم نجوم الكوميديا في الفترة دي، زي محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد وعلاء ولي الدين وأحمد عيد وأحمد رزق. وخلينا نقول إن حسن حسني كان هو الرابط المشترك بين كل الأجيال دي، كان هو العمود الفقري اللي بيظهر في كل الأفلام وبيدعم كل النجوم بطريقة اللي بتخلي المشهد كوميدي. وكل واحد في النجوم اللي انا ذكرتهم دول واللي لسه هذكرهم ظهر بنوع جديد ومختلف من الكوميديا، زي هنيدي اللي كان بيعتمد على الكوميديا الخفيفه اللي بتعكس الشخصيه المصريه البسيطه. بنشوف في صعيدي في الجامعه الامريكيه وهمام في امستردام بيقدم شخصيه الشاب المصري الطموح اللي عنده خفه دم وروح خفيفه رغم اللي بيمر بيه، وكان بيميزه اسلوبه السهل والبسيط اللي بيوصل للناس بسرعه، كانه كان بيحكي حكايه واحد من العيله. بعدها طلع علاء ولي الدين بفيلم الناظر اللي عمل طفره اكبر في الكوميديا مع الاستاذ شريف عرفة، اللي عملت له حلقه هعرضها لك لو حابب تشوفها، واللي كان معتمد على خفة دمه الطبيعية واللي بتخليك تضحك من غير ما تحس ان هو بيحاول يعمل كده. ورغم رحيله المبكر، الا ان علاء ولي الدين ساب بصمة واضحة في الكوميديا المصرية. وظهر كمان في فيلم الناظر اتنين من اهم نجوم الكوميديا، احمد حلمي اللي كان قادر يقدم كوميديا ذكية وخفيفة على القلب اللي بتعتمد على التفاصيل من افلام زي كده رضا وحاجات تانية كتير حلوة. ومحمد سعد اللي هو كمان خلق نوع جديد تماما من الكوميديا، خد فكرة الكاركتر ووداه لحتة تانية خالص، زي شخصية الليمبي اللي ظهرت لأول مرة في فيلم الناظر. محمد سعد كان بيعتمد بشكل كبير على كوميديا المبالغة، بس في نفس الوقت تحبها وفيها جانب شعبي لطيف تحبه، وده خلى شخصياته تعيش مع الجمهور وتخلي إفيهاته بيقولوها الناس لحد النهاردة. وفي فيلم تاني ظهر وقلب الدنيا وهو فيلم ثقافي بأفضل نوعية بحبها في الكوميديا، البلاك كوميدي، اللي طلع منها أحمد رزق وأحمد عيد. أحمد عيد اللي كان بيركز على الكوميديا اللي بتنتقد المجتمع بأسلوب ساخر، اللي بيقدم فيه أفكار سياسية واجتماعية بطريقة صادمة وخفيفة في نفس الوقت. أحمد عيد كان بيحاول يقول حاجة عميقة لكنه كان بيقدمها بشكل بسيط ومفهوم للجمهور. عموما زي ما قلت أنا بحب نوعية الأفلام دي جدا، ونفسي أرجع أشوفها تاني في السينمات، مع إني عارف إنه صعب جدا دلوقتي. وطبعا الجيل ده كان في ناس كتير جدا وما ذكرتهمش ولا اتكلمت عنهم، زي هاني رمزي وأحمد آدم وكريم عبد العزيز اللي قدموا أفلام كوميدية كتير. وطبعا ما ينفعش أنسى العم حسن حسني اللي
واللي ظهر في كل أفلامهم تقريبا، وكان بيعرف إزاي يضيف الضحك لأي مشهد موجود، وده خلى الكوميديا اللي بيشارك فيها تكون دايما ممتعة وخفيفة على القلب. وهنا بقى وكل واحد بيبني كاريره في الأفلام بدأ يتسحب 3 أشخاص هيخلوا الكوميديا أغنى أكتر في مصر، وهم هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، يعني سمير وشهير وبهير وورقة شفرة وبنات العم، واللي هم طلعوا في البداية على فكرة بيعملوا سبوف على الأفلام، وبعدين دخلوا فكرة الفانتازيا في الكوميديا وقدروا ينجحوا فيها بشكل كبير. بجد لما تشوف الوقت دوت من 97 لحد 2011 تقريبا هتعرف ان احنا كنا في بيك الكوميديا وقتها، كنا قادرين نقدم كل انواع الكوميديا تقريبا، من الفانتازي للبلاك كوميدي للكوميديا الاجتماعية للكاركترات للاكشن كوميدي اللي ما كانش قوي جدا وقتها بس كان موجود. كل ده كمان تزامنا مع مسلسلات السيت كوم واللي ظهرت نجوم كتير برضه، وكانت سبب ظهور واحد من اهم نجوم الكوميديا بعد كده، احمد مكي، واحد من اهم الممثلين المصريين في الوقت الحالي. كان في حقيقي كمية تنوع غريب بجد، وكنا في افضل اوقاتنا في الكوميديا. طب فين بقى المشكلة لو كل حاجة تمام واحنا في البيك؟ هقولك المشكلة بدأت بشكلها الاول من بعد 2011. بدأ كل واحد من الفنانين اللي الناس بتستناهم يقدموا حاجة بيحبوها بيكرروا من اللي بيعملوه. ازاي؟ هقولك ان كل واحد من الممثلين ليه نهج في الكوميديا اللي بتتكتب له، وخليني اعرفك عليهم سريعا علشان هتفهم منهم حاجات كتير. اول حاجة واللي معروفة جدا وهو الكاركتر، وفي أمثلة كتير عليه، وركز كده هتلاقيهم كتير من أول السينما المصرية، من أول إسماعيل ياسين لحد الليمبي والقرموطي وأبو العربي. في منهم اللي نجحت معاه وفضل ثابت بعدها وما اتغير، وفي اللي كان بيغير لحد ما نوع ظبط معاه وفضل ثابت عليه. وطبعا محمد سعد مش محتاج أتكلم، أكتر واحد مسك في الكاركتر وخده لحتة بعيدة وحلوة جدا. بس للأسف الموضوع دلوقتي وصل لحتة وحشة لحد ما خلاص جاب آخره. وعندك كمان محمد هنيدي اللي للأسف، وبقول للأسف برضو، أفلامه كلها بقت اسطمبة واحدة ما بتتغيرش. هتقول لي ازاي؟ طب ايه هي نوعيه الكوميديا اللي بيقدمها هنيدي برضه؟ هقول لك افلام محمد هنيدي كلها بتعتمد على ان البطل كان في الكومفورت زون بتاعه، لكن طرأ عليه موقف او حاجه خليته يروح مكان جديد يتطور فيه. ده المعظم في افلام هنيدي زي فول الصين العظيم وعنتر ابن شداد والانس والنمس وعندليب الدقي ورمضان مبروك ابو العالمين حموده. كاركتر مع تغيير البيئه اللي هو فيها. مش عايز اعدي على كل فيلم، بس فكر في معظم الافلام اللي عملها هتلاقيها نفس الشكل. علشان كده في معظم الوقت نص افلام هنيدي بس اللي بتكون حلوه، لحد ما وصل للنهايه خلاص الافلام بقت باهته بجد وممله. انا بقول كده وانا متضايق والله. طب احمد حلمي بقى ايه نوعيه الكوميديا اللي بتتكتب له؟ عايز اقولك ان احمد حلمي بيعمل فيلم واحد وبيكرره لحد دلوقتي، ولما تعرف الطريقه اللي بتتكتب له هتفهم قصدي. عندك مثلا من اول زكي شان، مطب صناعي، ظرف طارق، جعلتني مجرما، لحد لف ودوران واحد تاني. بس بصراحه في فيلمين فيهم اختلاف، وهم ألف مبروك وآسف على الإزعاج. بشكل ما في أفلام أحمد حلمي دايما هتلاقيه بيحاول يكذب ويقول إن هو حد تاني أو حد بيعرف يعمل حاجة، بس في الحقيقة هو ما بيعرفش يعملها. ولو ركزت في الأفلام اللي أنا قلت لك عليها، فيلم زي زكي شان وهو بيحاول يثبت إن هو الشخص القوي مش الضعيف، وإكس لارج اللي بيحاول يعمل فيها مجدي الرفيع في التليفون. فكر برضو في الأفلام اللي قلت لك عليها وهتلاقي فيها نفس الطريقة، وده بيخلق كوميديا مع إضافة لمسة رومانسية. والتكرار من الثلاثة دول بالذات خلى الناس ملت وما بقتش قادرة تتفرج عليهم تاني. علشان كده ناس زي شيكو وفهمي وهشام، الأفلام اللي عملوها بعد 2011 هي اللي الجمهور حبها أكتر. بس وقتها الجمهور كان متعطش أكتر للضحك والكوميديا. وظهر كمان في الوقت دوت أحمد مكي اللي كان قنبلة موقوتة مليانة بالموهبة، بس لسه برضو ده كان أقل من اللي الجمهور عايزه. وهنا للأسف ظهرت أسوأ حاجة اللي غيرت شكل الكوميديا لحد دلوقتي، وشوفنا تغيير كبير في شكل الكوميديا مع ظهور مسرح مصر، نوع ضحك مختلف تماما واللي انتشرت فيه فكرة كوميديا الإفيه بشكل أوسع. والنوع ده من الكوميديا اللي بيضحك الناس في لحظتها، بس مع الوقت للأسف ممكن يفقد تأثيره. هي كانت موجودة زمان بس مش ده اللي كان بيعتمد عليه بس كل الكوميديانات. يعني لو في إفيه سمعته قبل كده هتضحك عليه تمام، لكن لو عدى عليه فترة مش هتحس بنفس الضحك اللي كان موجود أول مرة. الكوميديا اللي بتعتمد على الإفيهات بقت تستهدف شريحة معينة من الناس، وللأسف النوع ده استمر وبدأ يملى السوق وتبقى دي النوعية المشهورة. وده في رأيي أثر بشكل سلبي على السينما والكوميديا في مصر، لأن الأفلام بقت عبارة عن مشاهد منفصلة كلها إفيهات من غير سياق متماسك، كأن الكوميديا كلها لازم تكون كده عشان تضحك الجمهور. وفي خلال المرحلة دي برضو وبعدها بكام سنة جه تأثير برنامج ساتردي نايت بالعربي، واللي كانت بتعتمد على السكتشات السريعة والقصيرة، لكنها كانت بتقدم حاجات حلوة وجميلة فعلا. وكمان برنامج أبلة فاهيتا اللي كان مزيج بين الكوميديا والحوارات الساخرة، وكل ده خلق نوع جديد من الكوميديا المعتمدة على الموقف الخفيف أو الإفيه السريع. وكمان في الوقت ده ما اقدرش انسى ظهر احمد امين واكرم حسني، اللي هم كمان قدموا نوع جديد من الكوميديا من خلال برامج السوشيال ميديا والتلفزيون. اكرم حسني واللي من خلال شخصية ابو حفيظة قدم كوميديا ساخرة بتعتمد على النقد الساخر للاحداث اليومية. واحمد امين في برنامج البلاتو بدأ يعرض مواقف حياتية بشكل ساخر جدا بيمزج بيها برضه بين الضحك والحياة اليومية.
وده خلى ناس كتير تتعلق بيهم لأنهم لمسوا حاجات حقيقية بشكل بسيط وذكي، ومن هنا قدر كل واحد فيهم يكون قاعدة جماهيرية قوية. المهم هنا إن كل الفترة الزمنية دي كانت بتفرض تغييرات في الكوميديا نفسها وطريقة تقبل الجمهور ليها. في البداية الناس كانت بتتعلق بالكوميديا العائلية اللي فيها ضحك خفيف مناسب لكل الأعمار، لحد ما وصلنا للسوشيال ميديا اللي بتتكيف مع سرعة العصور وتنوع الناس. يعني الجمهور كان دايما بيتغير، وكل جيل كان بيدور على نوع الكوميديا بتعبر عنه وتكون قريبة منه. وانتشار السوشيال ميديا ساهم في تغيير كبير في طعم الكوميديا دلوقتي، لأن بقى في كم كبير من المحتوى الكوميدي اللي بيعتمد على التقليد أو تقديم إفيهات بطريقة غريبة أو غير مفهومة أحيانا. وده خلى صناع الأفلام وصناع المحتوى يقدموا حاجات متشابهة، وبدأ الجمهور نفسه يشوف الكوميديا بشكل مختلف، وكأن دي الطرق الوحيدة اللي ينفع تضحكني بيها. الأساليب دي أثرت بشكل كبير على الكتابة في السينما والتلفزيون، وبقى في اعتماد على الطريقة دي من غير التركيز على بناء حقيقي للقصة أو حتى تطور الشخصيات، وتركيزهم أكتر على الضحك السريع بدل ما يقدموا شيء يفضل فعلا مكمل. وده بقى عمل الفرق اللي احنا بنتكلم فيه من الأول. وبعد ما كنا بنتطور في الكوميديا في الثمانينات والتسعينات وابتدينا نعمل قصص فيها تطور شخصيات لكن بشكل كوميدي، لا ابتدينا نرجع لورا. لكن طبعا مش ده السبب الوحيد في التحول ده، في أسباب تاني برضه، وحكيت أكتر عن تأثير السينما بشكل عام في الفيديو ده، ممكن ترجع تشوفه. واللي كمان بفكر في المستقبل أتكلم عن مواضيع زي تطوير الأكشن والدراما في السينما والتلفزيون. بس خلينا نكمل في موضوع الكوميديا دلوقتي. من الحاجات اللي أثرت بشكل كبير في الكوميديا هو إن نجوم زي أحمد حلمي ومحمد سعد ومحمد هنيدي فضلوا ثابتين على نفس الطريقة وما اتغيروش زي ما قلت لك، وده كان ليه تأثير سلبي كبير. الجمهور بدأ يحس إن الناس دي مش بتقدم حاجة جديدة وإن الأفلام بقت متوقعة. بس لما نيجي نسأل ليه النجوم دول مش بيتغيروا، أصل الموضوع مش سهل بالنسبة لهم. كل ممثل من دول مش بيعمل فيلم وهو عارف إنه هيفشل، وأكيد مفيش حد بيحب الفشل، لكن بيبقى في حتة خوف من التجربة والخروج بره القالب المألوف اللي هو عارفه. مع إن الجمهور لو شاف حاجة جديدة هيشجعهم بشكل رهيب. مثلا شوف كريم عبد العزيز، وهو مش حاصر نفسه في دور معين، وبنلاقيه بيجرب حاجات كتير مختلفة وقدرت أجيال صغيرة تحبه. أما بقى إذا كان أحمد حلمي أو محمد هنيدي بيحاولوا يقربوا من الجمهور على السوشيال ميديا ويفهموا منهم إيه اللي بيضحك دلوقتي. لكن في السينما الموضوع مختلف تماما، مش دايما بتنجح نفس الطريقة. وكمان في مشكلة تانية ممكن تكون عند المنتجين ممكن يفكروا طالما النوع ده بينجح مع النجم يبقى غير ليه يا سيدي، حتى لو الفيلم مش هيبقى تحفة فنية بس هيجيب لي فلوسي وعليه قرشين زيادة فتمام. التردد والخوف من التجديد في الكوميديا خلاها تمشي في حتة وحشة، وده جزء كبير من اللي مسبب حالة الركود اللي احنا كلنا شايفينها. عايز بس نمسك حتة المنتجين دي ونتكلم فيها بشكل أعمق، اللي هم في رأيي ليهم سبب كبير في اللي بيحصل، واللي بقوا يعتمدوا على إعادة تقديم الأفكار اللي بتعجب الناس ونستمر في حلبها لحد ما تخلص من غير ما يكون في أي جديد. لكن الجمهور اللي جاي السينما عايز يشوف حاجة تدهشه بفكرة جديدة ومختلفة، مش تكرر إفيه شافه قبل كده مليون مرة. الفكرة دلوقتي إن بقت في حاجات كتير بتعجب الناس على السوشيال ميديا، لكن مش شرط اللي ينجح على التيك توك أو الانستجرام ينجح ويبقى بنفس القوة في السينما. المهم في السينما إنك تقدم حاجة متعوب عليها وبجد كويسة وفيها قصة وممتعة. وهنا بصراحة ما أقدرش ألوم الممثلين بس، لكن كمان الكتاب والمخرجين والمنتجين، صناع السينما عموما. النقطة دي فعلا ممكن تكون بداية نقاش وجدال طويل ملوش نهاية، وهو مين اللي بيقود مين؟ هل المنتج والفنان هم اللي بيشكلوا ذوق الجمهور والمجتمع، ولا الجمهور هو اللي بيأثر على المنتجين والفنانين؟ في رأيي أنا شايف التأثير متبادل بين الطرفين، وبرغم إن في أفلام كتير سيئة بتتعمل دلوقتي والناس مستغربة منها، لكنها بتنجح وبتحقق إيرادات ضخمة في دول تاني زي السعودية مثلا، في حين إن هي ممكن هنا تجيب أرقام بسيطة جدا في مصر. كل ده خلى فرصة ظهور فيلم كوميدي مميز بجد شبه معدومة. في رأيي مع ظهور شكل جديد من الكوميديا واللي هو الستاند اب كوميدي، واللي هو جيل كامل من الكوميديانز، ممكن يكون ليه مستقبل واعد جدا. لكن بصراحة في كم ملاحظة كده على الجيل ده، وهو إن محتاج شوية تطور في التمثيل. بعضهم موهوب وعنده أفكار جامدة، لكن لسه الأداء مش بنفس قوة الأفكار. الممثل الكوميدي النهاردة لازم يكون عنده قدرة على التعبير التلقائي، واللي بتخلي الضحكة تطلع بشكل طبيعي من غير تصنع أو مبالغة. في كتير منهم بيعتمدوا على الإفيه أو المواقف السطحية، وده في رأيي حاجة سيئة. المهم إنهم يشتغلوا على تفصيل الشخصية وتطوير الأداء بتاعهم. وطبعا ده مش معناه إن هم مش موهوبين، بالعكس تماما، ده جيل عنده فرصة حقيقية يعمل تغيير في شكل الكوميديا في مصر. مع شوية تدريب وتركيز أكتر على التمثيل ممكن نشوف حاجات أحلى كتير. والسؤال هنا، هل ممكن الكوميديا ترجع تبقى قوية زي زمان ونلاقي أفلام حلوة بتضحكنا مهما عدى عليها السنين، ولا مع كتر المحتوى بقى الموضوع صعب؟ أنا رأيي إن التغيير في الكوميديا هياخد وقت زي حاجات تاني كتير، لكن في بوادر كويسة بتظهر. وعلى سيرة الأفلام الكويسة، آخر فيلم شفته وحبيته اللي كلمتك عليه في أول الحلقة هو بنك الحظ، وبالنسبة لي كان مميز بسبب تركيزه على كوميديا الموقف، وده سر نجاحه.
وممكن ابقى اعمل عليه فيديو، وليه رايكم برضه. شوف حتى كمان دور محمد ممدوح اللي كان جد جدا، بس الكوميديا طلعت بشكل طبيعي من المواقف والتمثيل، ومن الناس اللي المفروض تظهر وتاخد حقها هي كمان. وشايف ان ده الوقت المناسب ان النجم زي احمد امين يظهر في فيلم سينما. صحيح ان وضع الكوميديا الحالي مش افضل، لكن في المستقبل القريب متوقع ان نجوم جديده تظهر زي مصطفى غريب وحاتم صالح واكيد طه دسوقي، واللي عنده قبول كبير من الجمهور. واتوقع نشوف فيلم ليه كوميدي قريب. كنت كمان اتكلمت من فتره اني نفسي اشوف عصام عمر وطه دسوقي في حاجه مع بعض، وده بالفعل بيحصل في فيلم جديد اسمه سيكو سيكو. متحمس له جدا ومستني اشوف هيعملوا ايه. وده كمان خلى المنتجين عايزين يوصلوا للمعادله الصعبه، وبيدوروا على فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه جديد. وبصراحه ما اقدرش اقول على فيلم الحريفه هو صعيدي في الجامعه الامريكيه لسه، لكن لسه في امل في الاعمال اللي جايه قدام وفي مستقبل الكوميديا عموما، اللي فيه تحديات ممكن تواجه الجيل الجديد. زي ما الكوميديا ليها قدرة تغير المجتمع وتلمس الناس في حاجات كتير، الجيل الجديد عنده قدرة يطور من أسلوبه الكوميدي ويخرج من نمط الإفيه السريع ويقدم حاجة أعمق تفضل مع الجمهور. ودلوقتي الحمد لله الناس ابتدت تبعد عن كوميديا الموقف السطحي اللي بتعتمد على الإفيه المؤقت، وبتحب تشوف كوميديا ذكية بتفكرهم عن حياتهم اليومية، قادرة تلمس قضيتهم وتكون نابعة من تجاربهم. وأخيرا أنا عارف إني اتكلمت كتير، والفيديو ده ممكن يكون من أطول الفيديوهات اللي عملتها على القناة، بس بجد كلام عن الكوميديا اللي بجد موضوع مهم جدا ومش واخد حقه بصراحة. كتير من المنتجين والفنانين بيتعاملوا مع الكوميديا كأنها حاجة سهلة أو تافهة، لكن الحقيقة إن الكوميديا من أصعب الحاجات في السينما وفي الفن عموما، ومحتاجة مجهود كبير عشان تضحك الناس بشكل حقيقي. والكوميديا اللي فيها هبل واسترخاص دي اللي بوظت الدنيا وخلتنا نوصل للمرحلة دي. لازم يكون في كوميديا بجد. كوميديا مش مجرد إفيه أو موقف وخلاص، دي حاجة عميقة ومحتاجة نظرة مختلفة وتقدير أكتر من اللي بتاخده دلوقتي. علشان كده كان من المهم إن احنا نتكلم ونفتح نقاش عن الكوميديا ومستقبلها، لكن لو فضلنا نتعامل معاها كأنها شيء بسيط للأسف مش هنشوف التطور اللي محتاجينه. ده موضوع لازم كله يشوفه من زاوية جديدة، والجيل اللي طالع من الممثلين الكوميديين يستحق تشجيع ودعم حقيقي علشان يقدر يقدم حاجة مختلفة وتعيش معانا بدل ما تبقى مجرد إفيهات تموت بعد فترة. بس ده محتاج شوية جراءة من الممثلين والكتاب والمخرجين كمان. ويا رب الحلقة دي تغير شيء في الكوميديا في المستقبل، وأتمنى فعلا من قلبي إن مستقبل الكوميديا يكون مشرق. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى يجوا من بره يتنقوا علينا ويقول لك ممكن تبوس واحده في الشارع. بذمتك انت ينفع واحد يبوس واحده في الشارع؟ يا ريت اهو يا ولاد الكلب، يا زباله يا زباله يا امريكان. انا قاعد مع مين؟ ديفيد شارب سامحون؟ يعني ايه اللي ما اتضايقش؟ هو اللي ما اتضايقش؟ ما عنديش مشاعر وبتتأذى. ليك 3 كوبايات في العياط، واقسم بالله العظيم انا محاسبك على ولا واحده فيهم.